الحمد انك تقول الحمد لله، اما الشكر انك تعمل بيها. اداك صحة استخدمها في الطاعة وعمل الخير يضاعفها ويحافظ لك عليها. اداك مال اشكره بانك ما تصرفش منه جنيه في غضب ربنا يقوم يزيد. اداك ولاد ربيهم كويس وعلمهم كويس يبارك لك فيهم. هي دي الطريقة الصحيحة عشان تبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم. السلام عليكم. تخيل معايا كده ان احنا جيران، بس انا عندي عربية وانت ما عندكش عربية. انت بتنزل شغلك الساعة 7 وانا بنزل شغلي بعدك بساعة، يعني الساعة 9. اصحى معايا، بعدك بساعة يعني الساعة 8. لسبب ما اضطريت في يوم انزل بدري، كان عندي مشوار عليا ندر لابس الشايب. المهم اني نزلت في اليوم ده الساعة 7. لقيتك واقف في الشارع مش لاقي حاجة تركبها ولا حتى عارف تركب دماغك. قلت لك صباح الخير يا استاذ اشرف، ما تيجي معايا اوصلك في طريقي. خدتك معايا وانت نازل قعدت تشكرني قوي. الف شكر يا استاذ سامح، انت عملت فيها معروف النهارده والله يا استاذ سامح، ده انا ما كنتش لاقي مواصلات. جيت تاني يوم انا قلت لنفسي يا واد طب ما تنزل كده ساعة بدري قبل الزحمة وبالمرة تعمل جميلة في جارك اللي مش لاقي مواصلات ده. وصلتك تاني في طريقي وانت نازل قلت لي شكرا يا استاذ سامح، بعد ما كانت 1000 شكر بقت شكرا واحدة بس، وضربت 999 شكرا في جيبك. ماشي يا سيدي مش مشكلة. جيت في اليوم اللي بعده وصلتك زي كل يوم، بس المرة دي انت نزلت وقلت لي بايا سموحة، مفيش شكرا حتى ومفيش استاذ. سموحة ايه؟ وبعدين انا بحب موحة اكتر. هنا بقى انت بدأت تدخل في مرحلة الاستحقاق، بدأت تحس ان اللي بعمله معاك ده حقك عادي. يعني في اليوم اللي بعده انا لو منزلتش من بيتي بدري ساعة عشان اوصلك انت غالبا هتزعل مني، مع ان ده مش من حقك. بس اللي حصل بقى انك ألفت النعمة، اتعودت عليها فبقيت حاجة عادية بالنسبة لك، بل انك بقيت تبص للي ابعد منها. يعني انا وصلتك بعربيتي 3 ايام ورا بعض، المفروض تفرح ان عملت معاك كده وتشكرني. لا، انت مش بس بطلت تشكرني، ده انت كمان بقيت عايزني اعمل كده كل يوم. وصدقني لو مشيت معاك في السكة دي مش بعيد تطالبني بعد كده اسيب لك العربية واخد انا تاكس. ده درس مهم جدا لكل واحد فينا، درس مزدوج ليه وجهين. الوجه الاول ان كلنا في حياتنا ناس بتعمل معانا كده، والوجه التاني هو المفاجأة بقى، ان كلنا بنعمل كده بس مش مع بعض، لا مع ربنا. انا وانت وكلنا غرقانين في نعم ربنا، ولو عايز تعد تعال نعد، بس انا مش هعد كل نعم ربنا عليك، لا انا هعد اللي في ايدك دلوقتي حالا وانت قاعد تتفرج على الفيديو ده. اداك النظر اللي تشوف بيه الفيديو، ادي اول نعمة. لا ومش اي نظر، ده انت شايفني كويس قوي وشايف هدومي والديكور اللي حواليا بألوانهم الحقيقية، ما عندكش مشكلة في الألوان يعني، ادي تاني نعمة. سامعني بودانك من غير مترجم إشارة يوصل لك الكلام اللي بقوله، ادي نعمة تالتة. بتفهم الكلام اللي أنا بقوله علشان عندك عقل يدرك ويستوعب، ادي نعمة رابعة. ممكن تطلع من الفيديو ده بمعلومة مفيدة فتحفظها في عقلك وما تنساهاش، يعني عندك ذاكرة، ادي نعمة خمسة. ماسك التليفون اللي بتتفرج منه في ايدك، يعني عندك ايدين، ادي نعمة 6. طب معاك فلوس تجيب تليفون اصلا وباقة نت كمان، ادي نعمة 7. تحب نكمل ولا كفاية كده؟ انا عن نفسي مستعد اكمل عد معاك للصبح ومش هنخلص. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قالش نعم، قال نعمة. نعمة واحدة بس لو قعدت تعدها مش هتخلص. يبقى الصح واللي لازم يحصل إن يكون عندك شعور دائم بالامتنان لربنا سبحانه وتعالى صاحب النعم دي كلها. لكن اللي بيحصل عكس كده تماما، انت تعودت على النعم دي لدرجة إنك حسيت إنها ملكك، حاجات في إيدك يعني، بدليل إنك كنت ناسيهم لحد ما أنا فكرتك دلوقتي وعديتهم معاك. وده بقى اسمه إلف النعمة. انت تعودت على كل النعيم اللي انت عايش فيه. أيوة، انت عايش في نعيم. عارف الآية اللي بتقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ عارف بعض المفسرين قالوا إيه هو مثال للنعيم ده؟ كسرة خبز تقويك، حتة عيش قد كده، وماء يرويك، وثوب يواريك.
ده احنا على كده في زحام من النعم والله. بس احنا مش دايما بناخد بالنا لاننا مشغولين باللي لسه مش في ايدينا وناسيين تماما اللي في ايدينا بالفعل. انت متضايق عشان شغال في وظيفة مرتبها قليل، بس مش واخد بالك ان فيه ناس كتير مش لاقيين شغل يتمنوا الوظيفة دي ومع ذلك راضيين وبيحمدوا ربنا. زعلان عشان ربنا رزقك بطفل شقي ومغلب ومش ملاحظ ان في غيرك كتير بيتمنوا يكون عندهم طفل ان شاء الله يكسر البيت فوق دماغهم. مش عاجبك الميكروباص وما فكرتش في ناس بتروح شغلها مشي وترجع مشي عشان توفر أجرة الميكروباص اللي مش عاجبك. هتقول لي هو حرام اني اكون طموح وعايز الاكتر؟ هقول لك لا، مش حرام خالص، بالعكس ده مستحب. بس ده يحصل ازاي؟ بالشكر. ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة يديك منها أكتر. بس يا جماعة الشكر حاجة والحمد حاجة تانية خالص. الحمد إنك تقول الحمد لله، أما الشكر إنك تعمل بيها. إداك صحة استخدمها في الطاعة وعمل الخير يضاعفها ويحافظ لك عليها. إداك مال اشكره بإنك ما تصرفش منه جنيه في غضب ربنا يقوم يزيد. اداك ولاد ربيهم كويس وعلمهم كويس يبارك لك فيهم. هي دي الطريقة الصحيحة عشان تبقى من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وما تبقاش زي أستاذ أشرف جارنا. وكل سنة وانتم طيبين.